عالسلامة ومرحبا بكم في قناة المطبخ التونسي بإيطاليا لكوتشينا تونيزينا إيطاليا. اليوم باش نعمل معاكم قناوية بالحم العلوش، ما شاء الله نودكم ولا نشهيكم. خذيت كيف ما هكايا، كيف ما تشوفوا هكايا. طنجرة متاعي حيت فيها شوي زيت، حيت فيها شوي بصل، قليتهم مع بعضهم كيف ما هكايا، شوي بصل وزيت. زدت عليهم شوية اللحم كيف ما هكا، اللحم علوش. قليته شويه مع البصل نتاعي اللي نتبدل لونه، وزدت شويه سفناريا وشويه مكلافس، صبيت عليه طماطم معجونه كيف ما هكا، وقليتهم بالباهي مع بعضهم. زدت عليهم لفحات كيما هكا تابل وكرويه وكركم في ملح وملح، وخلطتهم بالباهي كيف ما هكا. قليتهم شويه كيف ما هكا مره اخرى، وزدت عليهم، صبيت تويكه شويه ماء سخون وخليته يغلي كيكه، يغلي على جنب لين يطيب اللحم نتاعي. خذيت كيف ما هكا طنجره اخرى، حطيت فيها شويه زبده كيما غرفتين زبده كيف ما هكا، حليتهم شويه بالباهي، ومن بعد زدتهم القناويه وقليتهم شويه هكا. القناويه تقلاها شويه في الزبده تنحي اللعاب نتاعها، وتجي ما شاء الله ريحه فيها فاوحه مش نورمال. عملتها كيف ما هكا حكاية 10 دقايق كيف ما هكا. الطنجرة من غادي متاعي حركتها خاطر هي اللحم مازال ما طابش، خليته يطيب في عقله. وكيف ما تشوفوا هكايا بعد ما طاب اللحم متاعي حكاية سواعة كيكا من زمان، حطيت فيه القناوية متاعي، ما خدتش مني برشا وقت، حكاية ربع ساعة كيف ما هكا. وحركتها وخليتها تطيب في عقلها كيف ما هكا، ما خذتش مني برشا وقت، ربيع ساعة كيف ما هكا. غطيتها وخليتها تطيب. وبعد ما طابت القناوية متاعي حطيت فيها قرين فلفل كيف ما هكا، زدتها شوية معدنوس، وما نحكي لكمش على الريحة والبنة، ما شاء الله ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم ورحموا لي على والدي.